ممكن اي يخلي بني ادم يكره نفسه، انه يشوف نفسه فاشل مثلا، انه يشوف نفسه مش منجز، انه يشوف نفسه ما بيعملش حاجه. طب ما يعمل، طب ما يقوم يشتغل، ما بيشتغلش ليه؟ في حاجه انا باخد بالي منها جدا في محتوى الانتاجيه، ان احنا دايما بنتكلم عن الانجاز والانتاجيه بدون مراعاه ان احنا بشر، احنا مش زي بعض. في ناس صلبه تقدر ان هي تنجز تغصب نفسها على حاجه، في ناس ثانيه لا، وده مش عيب فيهم على قد ما هو تحدي ليهم. يعني مثلا في بني ادم مركز جدا وفي بني ادم تاني مشتت. حل البني ادم الفوكس ده قوي ده قادر انه يشتغل، قادر انه ينتج، ده بيبقى اسهل بالنسبه له كتير انه يركز في حاجه واحده. لكن الشخص التاني غالبا مش بيقدر انه يركز، مش بيقدر انه ينتج حاجه، على الاقل بسرعه. في دماغه حاجات كتير جدا، وانا ما بتكلمش هنا عن المالتي تالنت او المالتي باشن او الكلام ده كله، انا بتكلم عن مشكله اغلبنا بيتغاضى عنها. انا بسمع فيديوهات الانتاجيه مركز جدا، حلو جدا، ومين قدر ينجز ايه، ومين قدر يفتح شركه، مين قدر يتعلم مهاره. طب وانا مش عارف اعمل كده. مشكلتنا ان احنا بنقارن نفسنا بالناس دي، والمشكله الثانيه ان احنا مش فاهمين ان احنا بشر، احنا مش فاهمين طبيعتنا، مش فاهمين ان احنا متفاوتين. في ناس اتخلقت مركزه تقدر تنتج اسرع، في ناس ثانيه لا، في ناس ثانيه مشتته، في ناس ظروف حياتها وطبيعه البيئه اللي اتربت فيها خلتها مش قادره تركز في حاجه معينه، خلتها دايما في قلق، مش قادره تامن لحاجه واحده، خايف انه يذاكر وما ينجحش فبيعمل حاجه تانية جنب المذاكره. ده غير اصلا انه ممكن يكون مش قادر يذاكر، بجد مش قادر يذاكر، هو مش بتمرقع، هو مش قادر يركز، مش قادر يفهم الموجود. سيبك من البرين روت والتعفن الدماغي، ده شخص مش قادر يركز، ده شخص حاسس انه متأيد، ده شخص في كثير من الاحيان ممكن يظن انه مسحور مثلا. بجد دي مشكله حقيقيه. بكل اختصار ده انسان محتاج يمارس كونه انسان، محتاج يأنس، يكون ليه ونس. اتمنى ان احنا نفهم ان احنا مش آلات، مش علشان انا قادر اركز يبقى اللي قدامي ده بتمرقع او بتدلع او مش عاوز يعمل اللي عليه. ممكن يكون مشتت، ممكن يكون تحديه في الحياه انه يتحدى نفسه، ممكن يكون مجرد انه يشتغل شغلانه واحده بس، ده انجاز ضخم جدا بالنسبه له، هو كده نجح، هو كده فاز على نفسه. والمهم ركز على المهم.